سبب النجاة من الدجال كتاب الله والنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. ولما سئل عن الفتن قال عليكم بكتاب الله. فأكثر الناس حفظا من الدجال هم الذين استمسكوا باتباع هذا النبي وطلبوا لقاء الله. لو جاءهم الدجال وقال لهم تعالوا آمنوا بي ولا سأقتلكم، يقولوا له افعل ما تشاء. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال بعد أن يطوف الدنيا يأتي إلى المدينة المنورة فتصده وتمنعه الملائكة، لأنه لا يستطيع الدجال أن يدخل المدينة ولا مكة. وكذلك يأجوج وماجوج الذي ذكرناهم لا يستطيعون دخول مكة والمدينة، حرام عليهم، ما يقدروا يدخلوها أبدا. فيجلس على جبل ويطل على المدينة، يخرج إليه المنافقون ويبقى المؤمنون، ويخرج إليه رجل فيأخذه الدجال كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول تؤمن بأنني أنا إلهك وكذا، فيقول بل إنما أؤمن أنك أنت الأعور الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مستمسك بخبر رسول الله. لما يبغوا الأحاديث ذلك كله مع الدجال، أن هذا يقول له أنا عندي خبر من النبي عنك، واللي ما يبغوا سنة النبي خلوكم لا تأخذوا سنة النبي، أنتم خدم الدجال. ولما يأتيكم بطرفة عين بتصفيقة واحدة ستكونون عبيده وأتباعه. إنما أخبرنا عنك النبي مكتوب بين عينيك كافر كافر كافر، أشوفها قدامي، أنت الذي أخبرنا عنك النبي. فيأخذه فيقصه بالمنشار نصفين ويمشي بينه، ثم يرجعه فيحييه. أمر مذهل بالنسبة للناس. يقول ها تؤمن بي الآن أنني؟ قال والله ما ازددت فيك إلا إيمانا. أهل الله وأهل اليقين لا تخدعهم هذه الخدع، ولا تخدعهم الأوهام ولا الأكاذيب ولا الغرائب ولا العجائب ولا التهاويل ولا التكنولوجيا ولا التغييرات، ولا ما في شيء يخدعهم. كلام الله وسط قلوبهم، وحب نبيهم واتباعه حشو أفئدتهم، ما يمكن. فيريد أن يتسلط عليه ثاني مرة ما يقدر، ما يقدر يمسكه ثاني مرة. فمن ذلك اليوم وأمره في انخفاض في انخفاض في انخفاض، يرجع إلى أرض الشام وينزل له عيسى بن مريم ويدق راسه، خلص البشرية من هذه الفتنة العظيمة الطويلة العريضة. لا إله إلا الله.